عزيزي المكتئب، في ناس لما بتسمع كلمة اكتئاب بتفتكر ان الموضوع بسيط، ان الموضوع ممكن يكون شوية زعل او كسل او ان انت محتاج تفوق. الناس ما تعرفش ان الاكتئاب وجع وسكون بياكل في الجسم كله. الشخص المكتئب بيصحى كل يوم وهو حاسس ان مفيش سبب يعيش عشانه، بيضحك بيخرج، لكن بيبقى جواه عالم مظلم، عالم بيقول ان مفيش امل، ان انا عبء على المجتمع اللي انا عايش فيه، انا فاشل، ويفضل كل يوم في الدايرة دي ما بين انه يستسلم او يكمل. على فكرة الاكتئاب مش دايما ليه سبب واضح. الاكتئاب ممكن يجي بأي سبب، ممكن يجي بعد فقد أو خيبة أو تعب نفسي طويل، وممكن برضو يجي من غير سبب، لأن الدماغ بتتعب زي ما جسمنا بيتعب بالظبط. اللي حوالينا ساعات كتير بيزودوا الوجع ده من غير قصد، لما يقولك شد حيلك أو فوق كده يا عم أو روح لك يومين غير مود. هما بيبقوا متخيلين إن الشخص اللي قدامهم مش عايز يخف، مع إن المكتئب بيكون عايز يخف أكتر من أي حد، عايز يخلص من الوجع ده. على فكرة بقى، الاكتئاب مش حكم مؤبد ولا هو نهاية للحياة. الاكتئاب ممكن يخف، ممكن يزول بالكلام وبالعلاج. خطوة صغيرة هتاخدها النهاردة ممكن تغير لك بكرة كله. حاول تتعالج واطلب المساعدة عشان انت تستحق انك تكون بخير. لو حسيت ان الدنيا سودة، فكر ان كل ليل وليه نهار، وان الليل دايما بيخلص مهما طول. صدقني انا موجودة هنا عشانك، عشان اسمعك، عشان نخطي مع بعض نحو صحة نفسية وحياة افضل. مستنية اشتراككم وكومنتاتكم، وانا موجودة عشانكم، عشان نبقى مع بعض من غير اكتئاب. معاكم دكتورة شيماء خالد، أخصائي علاقات أسرية وصحة نفسية. السلام عليكم.